يلوحونه طيب ويقولون أنهم نعم. طيب يا دكتور، يعني ما هو السر نعم. في هذه الانشقاقات المتتالية؟ كما هو معلوم الشيخ شريف بدأ هو شخصيا والفصيل الذي يمثله كحاملين للسلاح، ثم أصبحوا الآن هم الموجودون في الحكم، بينما ظهرت فصائل أخرى تتهمهم بالعمالة والخيانة وبيع القضية وما تعرفه من مصطلحات، وأصبح هناك من يحمل السلاح ويقول أنه يجاهد ضدهم. ما هو السر في توالي هذه الانشقاقات؟ والله نريد أولا قبل أن نصحح المعلومات، تفضل. لأنه تصحيح المعلومات مهم جدا. أولا الصومال تعرف نفسها بنفسها، كما قيل قديما أهل مكة أدرى بشعابها. فالصومال تعرف الحقيقة أكثر من أي محلل سياسي. فما ترون من أحزاب إسلامية تسمونهم أنتم أحزاب إسلامية، ولكن الحقيقة الموجودة في الصومال أنهم ليسوا أحزابا سياسية، وإنما هي عناصر شخصية تريد أن تستولي على الحكم، لا أكثر ولا أقل. فأنا أريد أن نصحح المعلومات، وخاصة الإعلام العربي يسمونه المجاهدون، الشباب المجاهدون، والجهاد بريء عنهم. هم يسمون أنفسهم كذلك دكتور، نحن لا نطلق ألقابا على أحدهم، وأطلق على أنفسهم حزب إسلامي وشباب المجاهدين، هي نعم تسميتهم. نعم، لكن الشعب الصومالي ولا يسمونه شباب المجاهدين، وإنما يسمونهم باسم آخر، يقولون الشباب المجانين صراحة يعني. طيب يا دكتور، إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان أهل مكة أدرى بشعابها كما ذكرت أنت، وهؤلاء الفصائل المنبوذة كما صورتها، على أي أساس يستطيعون التقدم والاستيلاء على المدينة تلو الأخرى دون أي دعم شعبي كما صورت أنت؟ نعم، هذا هو مربط الفرس. فالسر في ذلك أن هناك عناصر أجنبية تريد أن تستولي على الصومال، وتريد أن تجعل المنطقة كلها في دمار شامل، والعالم يعرف ذلك، والعالم قد أدان هؤلاء، ومن بين هؤلاء أريتريا ومنظمة إيغاد العالمية ومنظمة الوحدة الاتحاد الإفريقي قد أعلنوا قرارهم الأخير أن أريتريا طلبت من مجلس الأمن أن أريتريا هي التي تؤجج الحرب في الصومال، وهي التي ترسل السلاح والعتاد للصومال. فطلبت من مجلس الأمن أن تأخذ قرارات حاسمة عن أريتريا، وأن تفرض عقوبة على أريتريا. فالإحراز الذي تقوله ليس إحرازا شعبيا، فالشعب يكره هؤلاء الذين يدعون الإسلام والإسلام بريء منهم. ففعلا فما يحدث في الصومال هي حرب على الشعب الصومالي وحرب على المنطقة كله، وهؤلاء هم طالبان الصومال، وهؤلاء هم الإرهابيون. هؤلاء دائما يلوحون. أنت في تتحدث نقطة واحدة مهمة. تفضل. نقطة مهمة. هؤلاء في إعلانهم الأخير أعلنوا أن وطنهم لا حدود لهم، فيحررون الصومال ويستمرون إلى جيبوتي ويستمرون إلى كينيا ويدخلون العالم العربي ويذهبون إلى يقولون وطنهم مفتوح إلى ما لا نهاية. هؤلاء لا نسميهم حركة إسلامية، هؤلاء يريدون أن يقودوا إلى الصومال وإلى المنطقة كله إلى نمط أو إلى كهف مظلم. فنرجو من العالم العربي. أنت صورت الوضع كما لو كان صراع تدعمه، أو كما لو كان مجرد تدخلات قوة خارجية حصرتها أنت في أريتريا. الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الاستيضاح حول الفصائل الداخلية والأطراف الأخرى، والذي سنعرف رؤيتك لهم، بس لكن بعد أن نتلقى بعض الأسئلة من مشاهدينا. من مصر ينضم إلينا الكاتب الصحفي حسين عبد الواحد، مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية. تفضل أستاذ حسين. مساء الخير أستاذة أمل، مساء الخير لضيفك الكريم. حقيقة أنا أريد أن أطرح سؤال محدد حول ما تحدث عنه الضيف
بخصوص التدخلات الأجنبية في الصومال. الاتحاد الأفريقي أصدر بيانا طلب فيه بفرض عقوبات على إريتريا بتهمة التورط في دعم العنف والتمرد ضد الحكومة الصومالية. في نفس الوقت اثيوبيا على لسان ميليس زيناوي اتهمت تنظيم القاعدة ومقاتلين أجانب بالتورط أيضا في أحداث الصومال. أنا أريد أن أفهم ما هي نقطة التقاء بين مصالح تنظيم القاعدة ومصالح إريتريا، وإلى أي مدى تتحمل القوى الداخلية الصومالية مسؤولية هذا الوضع المتفجر؟ كيف يكون من الممكن بهذه السهولة أن تحرك عناصر أجنبية الأحداث في دولة مثل الصومال؟ وما هو دور القوى الوطنية الصومالية في الوعي بحقيقة هذه المخططات وإمكانية إحياء المشاعر الوطنية لدى جميع الأطراف من أجل مصلحة الوطن الصومالي الموحد؟ شكرا لك أستاذ حسين عبد الواحد من تونس. معي نوفل عطاء الله، تفضل نوفل. مرحبا بضيفك الكريم. والله في الحقيقة لست أدري لماذا يتقاتل هؤلاء. في الإسلام القاتل والمقتول، إذا قتل المسلم مسلما فالقاتل والمقتول في النار. عناصر الحكومة مسلمين والمعارضة نفس الشيء، يعني إذا قتل كلاهما الآخر فحتما هما في النار. أنا لست أفتي في هذا، بل الإسلام هو الذي يقول هذا. يعني غياب الدولة بمفهومها الحقيقي وبمؤسساتها وبسلطتها القوية في الصومال هو الذي جعل من هذا الصراع يحتدم. وبالتالي هؤلاء كلاهما اللذان يرفعان شعارات إسلامية هما في الواقع يستعملون الدين للوصول إلى الحكم، للوصول إلى أغراضهم. نعم. هذه قراءتك للوضع وسنستمع لتعليق ضيفنا عليها، لكن هل لديك سؤال محدد تحب أن تستمع إلى إجابته منه؟ أريد أن أسأل الدكتور ما هي بالضبط مصالح إريتريا في تأجيج هذا الصراع، ولماذا كذلك دائما أثيوبيا تقحم هي الأخرى في هذه المشكلة؟ وأريد أن أؤكد أن الاهتمام بتنمية الصومال وبجعله دولة قوية هو الأجدر أن يهتم به، وليست هذه الصراعات الأجنبية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. شكرا لك نوفل معطاء الله من تونس. أشكرك وأنتقل إلى محمد عزيز. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أريد أن أشير إلى معاناة الشعب الصومالي جراء الحروب التي تتداول عليه والتي تسببت ولا تزال تتسبب في أزمات إنسانية دون تدخل إفريقي أو إسلامي لوقف المعارك ولوضع حد لآلام المدنيين. وسؤالي للدكتور سعيد، لماذا لا يمكن أن يدوم الاستقرار السياسي في الصومال لفترة طويلة؟ وما هي أسباب كثرة الحروب الأهلية الصومالية؟ فيما يتمثل دور هيئتكم تجاه مثل هذه الأزمات؟ وهل تعملون على إيجاد حلول لنشر الاستقرار والأمن؟ شكرا لك يا محمد. وأنتقل إلى الكويت ومعي من هناك طلال القحطاني. تفضل يا طلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونمسي بالخير ضيفكم الكريم. شكرا لك. حتى نكون يعني عندي مثل مبادرة أو كلمة حتى يعني نحاول أن نجمع الأطراف أو المجموعة التي يعني كانت تسمى في المعارضة أو الحكومة، أوجهها إلى ضيفكم الكريم. هي أن نأخذ اتهامات كل طرف إلى الآخر. مثلا المعارضة